اهلا بيكم في حلقه جديده من وضعنا شو. الفتره اللي فاتت كان في مسلسل، تقريبا اكتر مسلسل تريندنج على نتفليكس، كان تريندنج في كل حته في مصر، دمنهور، في البحيره، في اسكندريه، في كل حته. المسلسل ده اسمه بيبي ريندير. بيتكلم عن ان واحد كان في واحده بتطارده، بتجري وراه في كل حته، بتبعت له 100,000 ايميل. اللذيذ في الموضوع ان القصه دي كانت حقيقيه، الممثل هو المخرج وهو الشخص اللي حصل له الموضوع ده بجد، والبنت دي كانت حقيقيه. اللي عجبني في المسلسل ده برضو ان هو حول حاجه عنده تروما لكوميديا. دي فكره اصلا الدارك كوميدي. دايما عندي تساؤل كده، معرفش صح ولا لا، هل البنت دي لو كانت جميله، كانت شكلها حلو، رفيعه، هل كان هيبقى فيه مسلسل ولا لا؟ انا حاسس ان هي لو كانت رفيعه وحلوه وشكلها جميل، المسلسل كان هيخلص، ما كانش هيتعمل، ما كانش هيبقى عنده اي مشكله. بس خد بالك، مم. هو في المسلسل كان سايبها برضه. كان يعني مبسوط. اعتقد لو بنت جميله برضو عملت الجنون ده كان هيبقى صعب برضو. فالمسلسل ده طرح عليا تساؤلات، خلاني اسال هل في قصص توكينج مجنونه كده في مصر ولا لا. حاسس ان احنا في مصر عندنا حاجات كده مريبه. لما حد بيجي يتقدم لواحده مثلا بيسال عليها في الشارع، لما بنت بيتقدم لها عريس بياخدوا بطاقته ويروح يسالوا عنه. فانا طلبت من الناس تبعت لي اغرب قصص توكينج حصلت لها عشان اشوف ما مدى جنون المصريين في الموضوع ده. اول قصه عايز احكيها هي قصه حصلت معايا، او مش حصلت معايا يعني، كانت مع حد من صحابي. كان شاب معايا في الجامعه، كان من الشباب اللي هي عمرها ما كلمت بنت، كان معجب بواحده جدا معانا في الدفعه، وكان على طول بيراقبها لدرجه ان هو كان عارف ميعاد البيريد بتاعها امتى. ولنقل ان انت ماشي صح، انت اجتهدت وعرفت البيريد بيجي لها امتى، طب ماشي وبعدين استفدت ايه؟ يعني مش حاسس ان دي حاجه ده استفاد منها الا لو جوزها مثلا، او لو حد شغال في صيدليه هيبعت لها حاجه. لا، عشان يعرف مزاجها. وبعدين ايوه كان بيعمل كده فعلا. هو كان بيبقى عارف مودها، فيقول لي النهارده البنت دي مزاجها رايق، النهارده مزاجها متعكنين، انا حاسس بيها، انا عارف النهارده استاذنت في نص المحاضره وراحت الحمام، انا عارف هي بتعمل ايه في الحمام. المهم يعني القصه دي خلصت ان هو راح جاب لها حلويات وسابها لها على الديسك، قامت هزقته مسح بكرامته الارض يعني، وفاق يعني. بس الحمد لله يعني جت سليمه. دي القصه اللي انا اعرفها. في بقى شباب كتير بعتوا لي حاجات كتير، منهم واحده بعتها لي كلام كتير قوي بالانجلش، ملخصه ان هي في واحد عمل لها اد على السوشيال ميديا، وما كانش في اي ميوتوال فريندز بينهم، وهي كانت شغاله في تيلي بيرفورمانس. بعدين لقت الولد ده جه اتمرن تحتيها في تيلي بيرفورمانس. فانت متخيل ان واحد قرر يخش سايكل الراس ماليه دي ويبقى عبد فيها عشان يستوك واحده، عشان مجرد معجب بواحده؟ طب كان الاولى يعني يدخل يقول لها انا عبد تحت رجلك، او انا عبد الرأسمالية، كان هيختصر كتير. واحده تانية بعتت لي بتقول لي ان في شاب دخل كلمها على تويتر، كان كلام بينهم رايح جاي عادي في الصحاب. بعد كده ابتدى يراقب حركتها، يشوف هي بتروح فين، بتيجي منين، عرف مكان جامعتها. في يوم من الايام كانت قاعده في مكان في الزمالك وقال لها انا واقف بره اطلعي لي. طبعا حاجه يعني رعب فشخ. انا لو حد قال لي انا واقف بره اطلع لي، انا مش هطلع، انا هفضل هنام في المكان، هبات، هشتغل في الكافيه ده شيفت، اطلع بره انا مستنيك. تحسها رساله من ملاك الموت. المهم ان هي كانت جريئه وطلعت له، لقيته جاب لها سوشي. يعني المبرر الوحيد اللي ممكن حد يعمل حاجه زي كده ان هو يبقى شغال في طلبات، شغال دليفري في موري سوشي. اللي هو ده المبرر الوحيد لواحد انه يكون عارف عنوان حد ويروح له ويقول له اطلع لي بره ويبقى معاه سوشي اوردر. اكيد شغال طيار. المهم ان هو جاب لها هدايا كتير، منهم تيشيرت الاهلي مكتوب عليه اسمها، معرفش يعني تفصيله غريبه. المهم ان هو كان بيروح لها الجامعه وبيراقبها كل يوم، ويبعت لها يقول لها شكلك حلو قوي النهارده، ويصورها ويبعت لها الصوره من غير ما هي تشوفه، من غير ما هي تعرف. يعني هو رادار ماشي يلقطها في الجامعه. واحده تانية بعتت لي بتقول لي بعد ما سيبنا بعض كان بيحط لي ورد قدام العماره. ده تقريبا كان معتبرها ماتت، بيجي يحط ورد ويقرا لها الفاتحه. ساعات كان بيجيب ظرف ويحط فيه فلوس ويحطه بالنمر العربيه. حاجه يعني الواد كان شغال بابا نويل. البت كانت بتنزل من بيتها تلاقي ظرف محطوط فيه فلوس بالنمر العربيه. ما يعني مفيش احسن من كده. بابا نويل، الواد كان شغال لها بابا نويل، او كان بيدفع لها مخالفات تقريبا. وساعات كان بيمشي ورايا بالعربيه من غير ما اخد بالي منه. تقريبا كان بيتاكد ان المخالفات ما تعديش قوي يعني، عشان الظرف ما يكبرش. الموضوع مريب ان حد يمشي وراك بالعربيه من غير ما انت تاخد بالك كده. الموضوع عامل زي المطاردات كانت بتحصل في الافلام بتاعت الالفينات، لما تبقى ماشي كده وتبص في المرايه تلاقي واحد ماشي وراك، تخش يمين تلاقيه داخل معاك يمين. عارفين المطاردات اللي بتخلص بعربيه بطيخ دي؟ المهم ان هي بعتلي كمان بتقول لي ان في ولد تاني كنت فركشه معاه. هي البنت دي تقريبا ما بتعملش حاجه ان هي ترتبط وتفركش. كان بيجيب لي سيريلاك ويسيبه على باب الشقه عشان كان عارف اني بحبه. ده تقريبا يعني بيقول لك ان انت يعني كنت طفله في العلاقه. واحد تالت، هما كام واحد؟ المهم التالت ده كان عامل لها بلوك من كل حاجه، تويتر، فيسبوك، انستجرام، عامله بلوك من كل حاجه، من التلفزيون، من الميكروويف، كل حاجه. بعدين عمل اكونت اسمه الدبدوب القاتل وبقى يدخل يشوفها منه. طبعا عامه لازم تعملي حاجه عشان موضوع الدبدوب القاتل ده يعني
مرعب يعني، دبدوب قاتل كده، دبدوب قاتل بيراقبك يعني، رعب. واحده بعتلي تاني بتقول لي ولد كان معايا في اللجنه، غلطت واديته رقمي عشان يبعت لي PDF، وبعدين حسيته مريب على 3 يوم. انا عايز اعرف بس هي حسيته مريب ازاي؟ يعني ايه اللي حصل خلاها تحس ان هو مريب بعد 3 يوم؟ قال مثلا كان بينزل ستوريز مريبه، بيغير صورته، الميمز علي ربيع مثلا. المهم ان هي قررت تعمل له بلوك من على الواتساب. بعد كده لقيته بيتصل بيها فاتخضت وعملت له بلوك رقمه. هو اكيد يعني عايز يتصل بيها يعرف هو يعني عملت له بلوك. يعني هو الراجل ما عملهاش حاجه ان هو بعت لها PDF ساعتها في الجامعه. فلما عملت له بلوك قام قاعد يكلمها من ارقام غريبه. هو جمع اصحابه بقى وكلهم عايزين يعرفوا هو ليه اتعمل له بلوك من الواتساب. بعد كده فضل يراقبها في الجامعه ويعمل مواقف مريبه، بالذات تاني يوم فضل ماشي ورانا واصحابي يزعقوا له يبعد عني. يعني ايه يزعقوا له يبعد عنها؟ هو كلب بلدي كان ماشي وراهم امشي. يعني ممكن لما تشوفيه تاني في الجامعه بيمشي وراكي امضغ لسانك مثلا. في بقى شباب كتير قوي بعتلي ان هم بعد حفله ما معينه قعدوا يدوروا على حد في الحفله. الحوار ده كومن قوي، معرفش ليه، بس اي حفله في مصر بعد ما بتخلص بتلاقي دوريات بحث بقى ابتدت على تويتر وفيسبوك، وابحث مع الشرطه بقى. يا جماعه حد يعرف اكونت الواد اللي كان بيهرش ورا عزيز مرقه؟ يا جماعه حد يعرف الولد اللي كان لابس تيشيرت ابيض في حفله عمرو دياب؟ يا جماعه حد يعرف الولد اللي عامل مولد في حفله زياد زازا؟ لا والله. وتلاقي تيك توك بقى وفيسبوك وكلهم عمالين بيدوروا على الولد اللي كان عامل مولد او الولد اللي شعره كيرلي. مره كنت في شرم، كنت طالع على الاكوا بارك، وهناك لقيت شاب شغال قال لي انت اسمك كذا كذا؟ قلت له اه، وكان اول مره اشوفه. وقام قال لي عنواني بالحرف. اكيد بعدها رمى تراب كده قدام نار وطلعت حاجات. فرحت سألته عرفت كل ده منين؟ قال لي العصفورة. ده اكيد مش ستوكر، ده دجال. انا بس مش مشكلتي ان هو عرف عنوانك ولا عرف اسمك، انا مشكلتي هو ليه في دجال في اكوا بارك. ناس كتير بقى برضو بعتت لي بتقول لي ان هي بتستوك ناس على ساوند كلاود وانغامي. طيب انت مثلا عرفتي ان هو دلوقتي بيسمع تعالى ادلعك لبقى سلطان، هتقومي تروحي له البيت؟ يعني استفدتي ايه؟ ما استفدتيش حاجه. ولا انت في دماغك مثلا ان انت هتبقى عارف هي بتسمع ايه، فتقوم راكبين الاسانسير مع بعض في نفس الوقت وتسمع نفس الاغاني اللي هي بتحبها، فتقول لك do you like the Smiths 50 days of summer؟ لما كانوا في الاسانسير 50 days of summer، لما كانوا في الاسانسير مع بعض بيسمعوا نفس الاغنيه. في الناس برضو اللي بتراقب بعض على لينكد ان، بس دول بيتقفشوا عشان لينكد ان بيقول لك مين زار بروفايلك. وفي برضو الناس اللي بتراقب بعض على سناب شات على المابس. دي حاجه بقى قمه الرعب. انا اصلا مش عارف ليه حد بيفتح اللوكيشن بتاعه على سناب شات. يعني جهاز حرفيا جهاز تتبع GPS. في واحده بقى بعتت لي قصه يعني مرعبه جدا. هي نزلت من بيتها لقيت واحد واقف على اول الشارع بيبص لها، جت تتحرك لقيته بيتحرك معاها، دخلت يمين لقيته داخل وراها، دخلت شمال داخل برضه وراها، وكل ما تبص وراها تلاقيه موجود. البت اترعبت فقالت تمد شويه بس ما تجريش عشان ما يبانش ان هي ايه هربانه. لقيت الواد بيمد معاها. قصه مرعبه جدا. بس في واحد بقى بعت لي ان هو نزل من بيته كان رايح مشوار، لقى بنت ماشيه قدامه بالصدفه نفس الطريق، لقاها دخلت يمين وهو كان بالصدفه لازم يخش يمين، فخاف، حس ان البنت ممكن تكون فاكراه بيجري وراها، فحب يمد شويه عشان يسبقها عشان ما هي ما تحسش ان هو ماشي وراها، لا هي كمان بتمد. فانا حاسس ان الاتنين دول تقريبا في نفس القصه، بس يعني الاتنين فاهمين بعض غلط. حد بعت لي بيقول لي قعدت استوك واحده 3 شهور وطلعت بتستوكيني بقالها سنه وقصدت ترميلي معلومات عشان استوكها. ده لما مرسى بتاعت بيبي رندير تقابل جو بتاع مسلسل يو، هيفضلوا يراقبوا بعض كده لحد ما يموتوا بقى. اول ديت بينهم ده بقى مش هيحصل يعني. الاكس فضل يبات تحت بيتي شهور، فكنت مروحه دخلت الشارع لقيته في وشي بيقول لي كنت في التجمع ليه. فكره ان هو فضل يبات تحت بيتها شهور فده ديديكيشن. يعني هو خلاص فركش، قرر ان هو يبقى البواب بتاعها، قرر يفضل يبات تحت بيتها. فطبيعي بقى يسالها انت رايحه فين، جايه منين، طالعه لمين، الدور الكام، يسالها اسئله هو كانش اصلا بيعرف يسالها لو هو مصاحبها. في واحد بيقول لي طلعنا نجري ورا واحد بس صاحبي في قفاه واحنا على القهوه. في واحده معايا في الجامعه جابت الاكونت بتاعي انا وابويا وامي وخالي وعمي وقالت للناس ان احنا متصاحبين. دي ما عندهاش وقت تضيعه. دي راحت قدمت لابوه عادي، خلاص عزمت امه وابوه وعمه على الفرح. هو الواد يصحى من النوم يلاقي نفسه فرحه بره، هلاقيها قاعده بتشرب شاي مع ابوه وبيتفقوا على الشقه. في ناس بقى كتير قوي بقى بتقول لي انا عمري ما حد عبرني. يعني ليه عايز حد يبقى بيطاردك؟ يعني ليه عايز حد يبقى بيسبب لك رعب؟ في واحده برضو بعتت لي قالت لي ان هي جابت اكونت سلايفر واهله واخوه وابوه وعرفت بيشتغلوا ايه وبيدرسوا ايه وقعدت تتخيل حياتهم عشان كانت زهقانه. عامه يا سلايفر خلي بالك لو في يوم من الايام لقيت نفسك بتتمشى في حد ماشي وراك كلمني قول لي
وانا هبعت لك اسم الحد ده واسم ابوه وامه وخالته وخلانه بيشتغل ايه. انا عملت البحث بتاعي. والبنت دي بقول لها ان انت لو زهقانه ممكن تعملي مديتيشن، تلعبي سودوكو، تركزي في مستقبلك، تشوفي انت شغلك ايه، بتشتغلي ايه، بتدرسي ايه، بدل ما انت عماله تشوفي ناس بتشتغل ايه وبتدرس ايه. في انشطه كتير ممكن تتعمل غير ان احنا نستوك الناس. في واحده بتقول لي مش انا بس صاحبتي قعدت تدور على اكونت بتاعه في فولورز محمد صلاح. دي واحده كل اللي تعرفه عن الشخص ده ان هو بيحب الكوره او مصري مثلا، فاللي هو عندها 70 مليون بني ادم تدور فيهم. واحد بعت لي بيقول لي في واحد كل ما يلاقيني مصاحب واحده يقوم يقعد يفلرت عليها وبعد ما اسيبها يقوم يرتبط بيها وكده. طيب انا شايف ان انت ممكن الفتره الجايه تركز على خالته مامته، تحاول تصاحبهم تشوف هو يعمل ايه. واحد بعت لي قصه كده بيقول لي كنت في خروجه مع اصحابي كان في بنت معرفهاش ففي القعده دي بنت قعدت تضغط عليه يقعد معاها، فهو الراجل استجاب وراح قعد معاها. مش عارف صعبوا عليها ولا ايه. المهم ان هو ماسك موبايله عادي لقاها ايه شدته منه وقالت له مين البنات اللي بتكلمها دي، وفضلت تالف في الشتات وتتخانق ولا كانها صاحبتي. طب ما حقها يعني، قعدت معاك دقيقتين في خروجه. المهم بعد ما خلصوا الخروجه دي البنت راحت قالت لاصحابهم ان هي معجبه بيه بس هو يعني عنده مشكله كده، يبطل يكلم بنات، يبطل يكلم بنات ويبطل سجاير. فالواد مستغرب يعني هو مين دي اصلا، احنا اتقابلنا مره. المهم ان هي جابت الانستجرام بتاعه وفضلت تكلمه وتقول له ننزل، وهو ما كانش بينزل عشان خايف منها طبيعي يعني. فكانت بتعرف انا فين وكانت بتيجي وفهمت كل اصحابها ان في بينا حاجه، لدرجه ان في مره كنت جت قعدت جنبي وخلت صاحبتها تصورنا من غير ما اخد بالي. تاني يوم قابلت اصحابي ووروني انها نزلت ستوري وكاتبه ماي بوي فريند. انت هتستعبط يا عم، هتنكر الحب اللي ما بينكم؟ ده انت قعدت معاه مره، مش كفايه؟ واحده بعتلي بقى بتقول لي في واحد فضل 2 بينزل ستوري كل يوم صوره او سيلفي تحت بيتي ويوم الجمعه تحت بيت جدتي. انا حاولت ابرر لك يعني، حاولت مثلا اقول يمكن هو مثلا كان ساكن جنبيها فبالصدفه يعني بتصور صوره جنب بيتها، بس ليه بتروح تتصور يوم الجمعه عند جدتها ليه؟ في واحد بعت لي صورتي انا واياد يعني، ده تقريبا رادار برضو لقطنا واحنا ماشيين في حته. بعت لي برضو بيقول لي كان في واحده في الكليه بكراش عليها، حرفيا انا عرفت عنها كل حاجه، ساكنه فين، كل اسماء عيلتها، بتحب ايه، وعيد ميلادها امتى. عملت دراسه جدوى عنها وبعدين خدت خطوه وبدانا نتعرف على بعض وهي تنبهر قد ايه احنا بينا حاجات مشتركه، وهو بقالنا 3 سنين وهخطبها كمان شهرين. طيب ده ستوكينج ادى في الاخر لحاجه كويسه، بس طبعا مبني على اساس فاسد وهو الكذب والخداع. فانا ما اعتقدش ان العلاقه دي علاقه صحيحه وسليمه. ممكن تعترف لها يعني، ممكن قبل ما تتخطبوا تقول لها، اعتقد هيبقى احسن بكتير من ان انت تكمل خداع وتبقى فاكره ان انت بتسمع مروان بابلو زيها. او اقول لك يعني ما اعرفش تقول لها ولا ما تقولهاش، بس في واحده بعتت لي بتقول لي ان من فتره حد كان بيجي لها في الدي امز سبام، كلمها كتير وكانت كل ما تعمل له بلوك كلمها من رقم تاني، وبعدها بفتره صاحبت واحد في مره واحنا بنتكلم الكلام جاب بعضه وعرفت ان هو اللي كان بيعمل كده. قال لي ان هو كان بيمشي ورايا كل يوم بعد المدرسه عشان يعرف انا ساكنه فين، انه كان حاطط لي مايك في شنطه المدرسه عشان يعرف انا واصحابي بنتكلم في ايه، يعني هيكونوا بيتكلموا في ايه يعني هم رايحين المدرسه ولا جايين من المدرسه. انه كان بيعمل كده كتير وكل مره بياخد الريكوردات من الشنطه يسمع اللي فيها، وفي الاخر سبته يعني عشان هي سابته يعني. فانا مش عارف انت ممكن تقول لها ولا لا، بس بصراحه انت ما اعتقدش انت مجنون زي ده يعني. اعتقد انت كان اخرك تعرف بتسمع ايه مثلا وتحاور عليها، ولا كنت بتحط لها مايك في الشنطه. كده نكون خلصنا. في النهايه عايز اقول ان محدش يعمل كده بجد، موضوع مرعب، موضوع مخيف. محدش يمشي ورا حد، محدش يصور حد بدون اذنه، كل واحد يحافظ على السبيس بتاعت الناس اللي حواليه، محدش يحاول يتعرف على اي حد بطرق اقتحاميه، محدش يحاول يفرس حاجه عشان مفيش حاجه بتيجي بالطريقه دي. وبس كده، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم تاني قريب في فيديو جديد، باي باي.